السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتنا واصحابنا، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. ورجعنا لكم تاني، بس المرة دي بتحدي تذوق الأطعمة. يعني جايبين 3 انواع شيبسي وهو بيوصف هيدوق ويقول ده طعم ايه وده طعم ايه وده طعم ايه. بصوا بقى يا جماعة، قبل أي حاجة الأول ما تنسوش تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وتعملوا ايه؟ اعجاب للفيديو عشان يوصل لناس كتير. طيب التحدي ده بقى يا جماعة عبارة عن ايه؟ احنا جايبين 3 اكياس شيبسي بأطعم مختلفة، فأم يوسف حابة تختبرني وتعمل معايا تحدي، وفضت ال3 اكياس في 3 اطباق ولخبطتهم في بعض. مش الاكياس كلها، يعني حتى يعني كل كيس شويه، يعني من كل كيس مثلا 3-4 حبات كده. وعايزه تختبرني، تقول لي انت بتعرف في الاطعم، يعني انت هتعرف ده طعم ايه وده طعم ايه وده طعم ايه. قلت لها طبعا يا ام يوسف، فهي طبعا قالت انا هعمل معاك التحدي ونشوف هتعرف ولا مش هتعرف. قلت لها طبعا هعرف. فطبعا يا جماعه احنا معانا كل واحد معاه 150 جنيه. طيب ليه؟ على كل طبق 50. على كل طبق 50. هفهمكم اكتر. طيب انا دلوقتي لو دقت الطعم مثلا والطعم طلع غلط، ام يوسف لا انت اللي هتديلي 50. ما هو لو الطعم طلع غلط انت هتسالني الطعم ايه. ماشي، لو انا قلت الطعم غلط هديكي 50 جنيه. لو طلع صح انا اللي هديله 50. انت اللي تديلي 50 جنيه وهنشوف مين اللي هيخلص فلوس التاني. تمام. على الرغم ان انا يعني بعرف الحاجه من ريحتها، مش محتاج طعم ولا حاجه يا ام يوسف، يعني انت عارف. تمام، يلا بينا. وقت هنشوف. طبعا يا جماعه بتتحداني، التحدي ده صعب لان انا فعلا يعني مش عارف. انا لو منك كنت بقى مش هقول له الطعم ايه. بس ده تحدي. يلا بينا. يلا بينا نبدا. يلا بينا. ماشي، لخبطهم بقى كده في بعض. انت بتصعب الدنيا عليا ليه؟ مش بصعب. طب يلا، بسم الله الرحمن الرحيم. لا دوق من اولين. لا براحتي بقى وبمزاجي. لا ما هو عشان بالترتيب. لا عادي، براحتي وبمزاجي. ادوق من اي مكان واقول لك ايه ده طعم ايه. ماشي. بسم الله. انت تاخد بس شيبسيتين بس. ايه ده؟ طعمه ايه؟ على فكرة في طعمين في دماغي دلوقتي. في طعمين في دماغي. طعم ايه وطعم ايه؟ وريحته جميلة. ايوه تمام. دي لا اما كباب لا اما فراخ. مش عارف بصراحة. معرفش بقى، ماليش دعوة، انت قول. طب ممكن اخد كمان واحدة عشان اتأكد بس. ما هي واحدة يا اما 2 بس. المفروض اكل الطبق كله. لا يا اما 2. لو قلت صح غلط كده خسرت. شكلك كده هاخد منك 50 جنيه. ده طعم ايه؟ على فكرة ده كباب. غلط. لا كباب. كباب. والله غلط. امال دي ايه؟ ديت فراخ. والله العظيم. والله العظيم يا جدعان اقسم بالله الكباب والفراخ زي بعض قسما بالله مش صح. طب هات 50 جنيه. طب استني اهدي بس. هات 50 جنيه حبيبي. الله. انت دلوقتي قلت طعمين فانت قلت طعم غلط. طب عشان الناس تعرف بقى ام يوسف، ايش عرفك ان دي فراخ برضه؟ طب ما انا مفضيه الطبق وعارف. انا اللي مفضيه من الكيس. طيب ما انت لخبطت الاطباق. طيب ما انا عارفه برضه. يعني انت عارفه ان ده فراخ؟ اه. طيب ماشي. يعني انت عايز ايه دلوقتي؟ هات 50 جنيه. 50 جنيه؟ لا طب ما انا اللي جايبه الكيس وانا اللي مفضياه. استغفر الله العظيم يا رب. يلا ايه بيفكر ان انا تمام لخبطت الاطباق اتلخبط انا كمان. امسكها يا ستي. حلال عليا. خدت مني 50 جنيه يا جماعه. كده معايا 200 جنيه حلال عليا. كده خدت مني 50 جنيه. طيب هفك فيهم بقى. بص بقى يا يوسف، انا عايز تعمل حركه حلوه. ايه؟ تلخبطهم في بعض تاني. عشان كده عرفت فين الفراخ وفين مش هاكل منه اكيد طبعا، فلخبطهم في بعض تاني. يلا. بسم الله. دو. يا ترى طعمه ايه؟ على فكره ده بالجبنه. والله متأكد؟ دوقي. متأكد؟ اي بالجبنه. صح بجد والله. والله صح. قشطة عليا. الله عليا ما شاء الله. هات ال 50 جنيه. يا اتفضل. يلا اخر طعم.
يلا. كده ده هدوق صح. كمان مرة صح؟ استنى منور. لا ولا عامة. يلا زمزم. دي الشيبسية بتاعته كبيرة شوية. هو بيقول لك استطعم كده، يعني ايه تذوق كده صح. ها. على فكرة بقى ايوه. يا رب تكسب ولا يا رب تخسر. ده بالطماطم. غلط. بجد والله. والله بالطماطم. والله غلط. ازاي؟ ما والله تحلفيش غلط. بالله. والله مش ما باظ. بالطماطم والله. امال بايه ده؟ يعني خلاص مش عارفة بجد. والله ما اعرف ده بطعم ايه. هو انت قلت مرة خلاص. طب اخد كمان واحدة؟ انت قلت لي انت ليك 2. ماشي. ليه كمان واحدة؟ يلا ده اخر واحد. بس المفروض انك تقول مرة واحدة ان ده بطعم ايه. الطماطم. لا برضه. طب دوقيه. غلط والله. دي بطعم الفلفل الحلو. والله العظيم. يا حول الله لا اله الا الله. ينفع؟ هات بقى 50 جنيه اللي حيرنا ما بيننا دي. هاتها. على فكرة انا كده فلوسي يلا نقصت، يبقى انا كده اللي خسران. هو انت كده خسران. يا جماعة. يا جماعة هو قال طماطم وقال ايه تاني وقال كباب. على فكرة يا جماعة استنوا ثانية واحدة بس يا ام يوسف. بالله عليكم يا جماعة، مش طعم الكباب مقارب لطعم الفراخ؟ ماشي انا مالي بقى، انت استطعم صح قول صح. طيب ما انا مفكر. ماليش دعوة. والله العظيم مقربين انا لبعض. ليا باللي يتقال لي ماليش دعوة. انت كده خسرت مرتين. وبعدين الفلفل الحلو زي الطماطم. ماليش دعوة. ماليش دعوة. انا مالي، انا ليا باللي يتقال لي. انا مش عارف بجد ايه التحدي ده والله. ماليش دعوة. يعني ينفع كده؟ انت كده خسرت. انا كده يا جماعة خسرت 50 جنيه ودقت ال3 أطعم وقلت طعمين غلط. وحلال عليا ال3 اكياس برضه. يعني ام يوسف كده هي اللي هتاكل كله بقى، بما ان كمان انا قلت غلط يبقى هي اللي هتاكله كله. طبعا حلال عليك. بسم الله. سيبي بقى كده. طبعا هو خسرت التحدي. انا كمان خسرت كده يا جماعة التحدي، واستنوا مننا تحديات تانية قوية اقوى من كده كمان. هي بس الفكرة دي جت في دماغنا فقلنا نعملها لكم. يا رب تعجبكم. وما تنسوش بقى تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وتعملوا وسلم. اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وتعملوا اعجاب للفيديو. ويلا بقى نقول لهم ايه؟ سلام. لا يا عم.